السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطة الكولسلو. طريقة سهلة وبسيطة ومقاديرها موجودة في كل بيت ان شاء الله. طبعا احنا كلنا عارفين ان كلنا وكل ولادنا بيحبوا سلطة الكولسلو بالذات مع الكنتاكي، وطبعا كلنا بنبقى نفسنا نعملها في البيت زي بتاعت بره. ان شاء الله النهاردة هوريكم اسرارها النهاردة واعرفكم بتتعمل ازاي زي بتاعت بره بالظبط، وبنفس الطريقة وبنفس الطعم. مش تقدري تفرقيها عن بتاعت بره. تقدري بقى تعمليها جنب كنتاكي في البيت، تقدري تعمليها جنب فراخ ستريبس، جنب اي حاجه انت عايزه لسلطه الكولسلو هتلاقيها سهله جدا، وتقدري تعمليها معايا بكل سهوله زي ما انتم شايفين اهيت. انا عملتها اهيت وجهزتها لكم ولسه بقى هدخلها التلاجة. وطبعا تقدري تعملي المقادير اللي انت عاوزاها. يلا بقى مع بعض نشوف مقاديرنا ونشوف هنعمل سلطه الكولسلو ازاي. وهي بقى يا حبايبي المقادير اللي هنعمل بقى سلطه الكولسلو النهارده. معايا كرنب اهوت مقطعاه مجهزاه اهو زي ما انتم شايفين. طبعا هتعملي بقى الكميه اللي انت عاوزاها. انا جبت كرنبه كبيره شويه عشان اعمل كميه، فهي تجيبي بقى الكميه اللي انت حباها خلاص. ومعايا كوبايه زبادي بلدي، ومعايا مايونيز اهوت بوله اهيت، ومعايا نص كوبايه لبن. بس دي اختياري، لو عايزه تحطيها اوكي، مش عايزه بس هي بتبقى حلوه، بتساعد على ان هي بتطري سلطه الكولسلو وبتخلي بيبقى ليها الصوص بتاعها اللي هو الجميل ده. ومعايا جزر هبشره بقى وهاجيلكوا ايه اوريهولكوا عشان نبتدي ايه نعمل سلطه الكولسلو بتاعتنا. وهو بقى يا حبايبي الجزر بعد ما بشرته اهوت وجهزته زي ما انتم شايفين كده اهو. وكمان جبت معايا معلقه ملح ومعلقه سكر صغيرين. نبتدي بقى نشتغل في سلطه الكولسلو بتاعتنا. هنسمي بقى الله ونبتدي. اول حاجه هنعملها هنجيب بوله اهي، وننزل بقى فيها اول حاجه بالكرنب بتاعنا اهو اللي احنا مقطعينه ومجهزينه اهو. خلاص ونبتدي بقى نعمله كده. بعد كده بقى هنجيب الجزر اللي احنا بشرناه اهو، وننزل برضو بيه على سلطة الكولسلو بتاعتنا اهو. نزلنا بيه على الكرنب كده، ونقلبهم بقى مع بعض كده كويس. نبتدي ندمجهم كده مع بعض. ونجيب معانا معلقه الملح ومعلقه السكر الصغيرين، معلقه صغيره يا دوبك بس عشان ايه تظبط الطعم بتاعها. بعد كده نجيب اللبن اهو ننزل بيه كده عليها. وزي ما قلت لكم اللبن اختياري، بس هو افضل ان انت تحطيه بالذات لما تكوني عامله كميه كبيره زي اللي انا عاملاها. بعد كده نجيب الزبادي، البوله اهي بتاعت الزبادي اللي احنا جبناه، وننزل برضو بيه اهو. ونبتدي برضو نقلب كده واحده واحده. انا هجيب كده بقى معلقه تاني كده معايا عشان دي خفيفه، عايزه حاجه كده تقيله تكون جامده معايا عشان اعرف اقلب، لان هو بيبقى تقيل زي ما انتوا شايفين. نقعد بقى نقلب فيها كده. وفي كمان ممكن يا بنات بقى في بيحبوا يحطوا عليها بصل، بس بصراحه انا ما بحبش احط عليها بصل. انا بحب اعملها بالمقادير المظبوطه بتاعتها اللي هي بتتعمل في المحلات وفي كنتاكي بره، ما بيبقاش عليها بصل. لكن برضو في بتتعمل بالبصل، فانت بقى دي حاجه بتبقى ايه راجعه عليكي وحاجه اختياريه. لو انت بتفضلي تحطي فيها بصل مفيش اي مشكله اهو كده. بعد ما قلبتها ودمجتها اهوت مع بعض كويس، نبتدي بقى نجيب ايه المايونيز وننزل برضو بيها ايه عليها اهو. جبت بولة المايونيز بتاعتي اهي، ابتدي انزل بقى بيها اهي. طبعا
طبعا انت بقى هتعملي الكميه اللي انت عاوزاها، يعني مش شرط ان انت تعملي كميه كبيره ديت، ممكن تعملي كميه على قد كده مثلا حسب الاستخدام اللي هو اليومي وخلاص. انا عملت ديت عشان عيالي بيحبوها، فرحت عملت مثلا ايه ياكلوها مثلا تكفيهم يومين ولا حاجه او 3 ايام، يعني عادي تتحط في التلاجة ما بيجرالهاش حاجه، طالما انت حاطاها في علبه محكمه ومقفوله في التلاجة مش هيحصل لها اي حاجه. كمل بقى المايونيز اللي عندي، هنزل بقى بباقيته كله. اهو ونقلب كويس، استني بقى اقلب فيها كده لحد ما ادمجها كويس. يا بنات شايفين بقى، بصوا بقت عامله ازاي، بصوا الصوص بتاعها ابتدى ينزل ازاي، شايفين؟ ولسه كل ما تسيبيها كل بقى ما تطرى وتبقى طعمها جميل وتختلط في بعضها وتبقى جميله جدا. انا بقى جايبه العلبه اللي كنت جايبه فيها اللي كنت عامله فيها الكرنب بقى اهي، وهبتدي انزل فيها بالكولسلو بقى اللي عندي عشان احطها في التلاجة اهي. شايفين الصوص بصوا بتاعها، كل ده بقى بنزله كله، شايفين؟ كل ده انزله كده عليها كده اهو، انزله عليها بالشكل ده اهو. وبكده جهزت عندي سلطة الكولسلو، جميلة جدا جدا وهتعجبك وتعجب الاولاد. وهي بقى يا حبايبي بعد ما خلصنا سلطه الكولسلو اهي زي ما انتم شايفين، انا هنا اهو حطيتها في علبه اهو عشان اغطيها واحطها في التلاجة خلاص. ودي بقى هخليها للاستعمال اهي زي ما انتم شايفين اهي، شايفين جميله ازاي اهيت. ولسه بقى لما تقعد ساعه ولا ساعتين في التلاجة هتبقى حلوه قوي خلاص اهي يا بنات، شايفين جمالها؟ اتمنى ان شاء الله بقى تعجبكم سلطه الكولسلو اللي عملناها النهارده، وسهله وطريقه جدا، وان شاء الله بقى مستنيه تعليقاتكم. وان عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، واستنوني مع بعض في وصفه جديده ان شاء الله من مطبخ فاري.